بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في نفس الموضوع في نفس الإطار عن محمد صلاح. حلقة وهي هوضح شوية حاجات برضو كتيرة أوي. هصور لكم 3 حلقات عن محمد صلاح وعن حاجات كمان برضو في نفس الإطار، في نفس الإطارات، في نفس حاجات تخص محمد صلاح وتخص الوضع الرياضي برضو، والوضع كتوتال، والوضع كمنظومة عامة وكمنظومة رياضية وكمنظومة ما في المجال ذاته لذاته. بمعنى اللي بيشوفني هنا سواء تيك توك سواء فيسبوك سواء يوتيوب او فيسبوك او تيك توك، بالاخص يوتيوب لان الحلقة اللي انا صورتها تخطت 12 دقيقة، وصلت ل 20 دقيقة. فنزلت يوتيوب، ما نزلتش فيسبوك، نزلت تيك توك، ما نزلتش تيك توك. حلو. محمد صلاح عمل ايه؟ نهاية الموسم اللي فات وقعد وانتهى. حلو، يعني الموسم اللي فات انتهى وبداية الموسم ده بالاخص عايز يجدد مع ليفربول عايز يجدد له سنتين، وعايز يجدد ليفربول عايز يجدد سنه وعايز يجدد سنتين. حلو، جدد سنتين، ضغط وجدد السنتين اللي هو عايزهم. حلو، المشكله بقى فين؟ بدايه الموسم ده محمد صلاح جالس الدكه. حلو، المشكله مش هنا، المشكله تفاقمت وتضخمت وكبرت وانتشرت بقى في ايه؟ بعد تصريحات محمد صلاح الاخيره اللي انا عرضتها لكم في الحلقه اللي نزلت على اليوتيوب. حلو، وجيت قلت ان لميس الحديدي اللي بتطلع على قناه النهار في برنامج اسمه الصوره. حلو، جايبه عمرو الراوي المستشار التسويقي للدوري الانجليزي، شغال في انجلترا، اسمه الشغلانه اللي شغاله بقى ايه؟ المستشار التسويقي للدوري الانجليزي. حلو، عمرو الراوي. حلو، واتكلمت قلت ان هو هيجيب الصوت بتاع انجلترا والصوت مش عارف ايه وكذا، ولا الصوره كذا. طب سؤال هنا موجه لاستاذه لميس الحديدي، ليه جبتي الراي الاخر ما جبتيش الراي ده والراي ده وعرضت الصوره كامله؟ حلو، ادي حاجه. الحاجه التانية، سؤال تاني موجه للجماهير اللي بتحب محمد صلاح من قلبها. انا واحد من الناس كنت 2000، يعني بدايه متابعتي للكوره وبدايه طلوعي للكوره وبدايه ما انا نزلت هنا اخر السنه اللي فاتت، في شهر 11 السنه اللي فاتت 2024، شهر 11 السنه دي 2025 تمت سنه ما بداتش اتكلم عن محمد صلاح غير في صعود مصر لكاس العالم. مصر صعدت اول كاس العالم، وهداف البطوله، وهداف الصعود لمصر كاس العالم، وهداف البطوله، وهداف تصفيات افريقيا السنه دي، ومش عارف ايه وكلام من ده. حلو، بدات اتكلم عليه وبدات اطلع اتكلم عليه من السنه دي لما لقيت الاجواء مع منتخب مصر حلوه، في تهديف لمنتخب مصر زي ما في تهديف ليفربول. حلو، القصه ما فيها بقى ايه؟ ان محمد صلاح لما بدأ يبعت فلوس للصندوق في تحيا مصر اللي طالع لغزة، الدنيا اتقلبت عليه في انجلترا. طب ما انتوا يا ولاد الهبلة، بلاش الكلمة دي، سوري، ما انتوا اولاد الناس اللي بتفهموا، يا ولاد الناس المحترمين. حلو، انا ماسك لساني اهو. خلي بالك، الدفاع عن محمد صلاح شرف، الدفاع عن فخر العرب وفخر الأمة، وأكتر واحد بيسجل لمنتخب مصر، وأكتر واحد بيهاجم من الصحافة الإنجليزية ومن إنجلترا ومن العالم كله شرف. بص يا حبيبي، بص يا بابا، اللي بتفهم في حاجات انا كمصري
ولعيب، انا كمصري ولعيب كوره في نفس مكانه محمد صلاح، او انا كمصري واعلامي في نفس مكانه محمد صلاح وشغال بره، هعمل حاجات، هعمل حاجات في مقابل، هتنازل عن حاجات في مقابل برضو حاجات تانية هبقى مضطر ان انا اعملها ومضغوط نفسيا وعصبيا. شكرا جزيلا، مستني تعاكم في فيديو، استنوا حلقة كمان، في فيديو كمان